مرحبا بكم في قناة ستيموبو. لكن قبل البداية من فضلكم ادعمونا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشكرا لكم. والآن ننتقل إلى الخبر. دانت وزارة الخارجية الجزائرية السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بالتدخل الدولي الفوري لحماية الشعب الفلسطيني. وذكرت الوزارة في بيان رسمي تتابع الجزائر بقلق شديد تطور الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والتي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء الذين سقطوا شهداء في ظل تمادي الاحتلال الصهيوني وسياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها على الشعب الفلسطيني الباسل. وأضاف البيان: تدين الجزائر بشدة هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الإنسانية ومراجع الشرعية الدولية. وجددت الجزائر في بيانها الطلب بالتدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والإجرام الذي جعل منهما الاحتلال الصهيوني سمة من سمات احتلاله للأراضي الفلسطينية. وتبع البيان: كما تجدد الجزائر قناعتها بأن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لب الصراع العربي الإسرائيلي، وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع من محن وويلات ومآس يكمن في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة. وهناك تسريبات أكدت أن الجيش الجزائري يستعد للتحرك سرا وضرب إسرائيل أيضا سرا. وقد شاهد بعض مراقبو الحدود تحرك غير مسبوق للجيش الجزائري وعتاده والأسلحة السرية التي يخفيها، مثل سلاح إسكندر وصواريخ باليستية، والتي سوف تكون مستعدة للضرب إسرائيل في حالة التمادي أكثر وفي حالة عدم التدخل الدولي لمساعدة إسرائيل لمساعدة فلسطين. وأكدت بعض البيانات السرية أيضا أن تبون أمر سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بإخراج كل الأسلحة السرية التي استوردتها الجزائر من روسيا مؤخرا، وهي صواريخ باليستية عابرة للقارات ويمكنها أن تدمر إسرائيل في رمشة عين. وأكد مسرب أيضا توعد تبون وسعيد شنقريحة بمسح مستوطنات إسرائيل من غزة. وهنالك تسريبات أخرى تؤكد ذلك أيضا من خلال مشاهدة حجم كبير من الطائرات الحربية من طائرات سو 34 وسو 57 المجهزة بصواريخ عابرة للقارات، والتي يمكنها نسف إسرائيل في أي لحظة.